ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل السمك البلطي مع بعض واحنا في الصيام. يعني الاكله دي بالنسبه لنا اكله جامده جدا. فاحنا النهارده هنعمل رز زي ما احنا شايفين كده بالجمال ده، وهنعمل السمك البلطي المقرمش، ونستغل بقى الفرصه ونعمله النهارده الخميس، يعني ولا الاربع ولا الجمعه عشان ممنوع فيه اكل السمك. فانا بوريكم السمك، بصوا قد ايه جميل جدا من جوه وطري ومقرمش من بره زي ما احنا شايفين. والرز بقى اصفر كده ومحطتلوش اي لون ولا اي حاجة، وهعرفكم ازاي تطلعيه اصفر كده ومفلفل كده وجميل. بس تابع معايا الفيديو للاخر واحنا نعمل السمك مع بعض ونستفاد كلنا. واول حاجة دلوقتي عملتها، غسلت السمك ونقعته بالليمون علشان اي زفرة تروح منه. تمام كده. وبعدين صفيته من المية، وبعدين رشيت له شوية ملح ابيض كده حلوين. وبعدين هقلب السمك كده مع بعض لغاية اما الملح يخش في السمك كله. خلاص كده، يعني انا كده نقعته، هنقعه كده حوالي ساعتين. وعقبال لما السمك يتنقع هكون انا عملت الرز علشان نبقى شطار كده وننجز حاجتنا كده في وقت واحد. وادي الرز اللي انا هعمله، انا عملت حوالي كيلو من الرز زي ما احنا شايفين كده. وهحط دلوقتي الحلة على النار وفيها الزيت، برضو بكسب وقت. وكنت مقطعة 3 بصلات وغسلاهم كويس، دلوقتي انا هقطعهم في الحلة والزيت دلوقتي على النار. يعني كل حاجة كده بسرعة بسرعة، لو انتي مستعجلة كمان الحركة دي كمان هتفيدك. تمام كده. وبعد ما قطعت ال3 بصلات هبتدي احمرهم بقى في الزيت كويس. ولو عايزين الرز يطلع معاكوا باللون الاصفر الذهبي اللي احنا شفناه كده، ومستوي برضو في نفس الوقت مش معجن، ركزوا معايا كويس وانا هقول لكم تكات بسيطة بتفرق في طعم الرز ولونه كمان. واول حاجة بعملها دلوقتي ان لازم اصفر البصلة كويس، بس برضو ما تتحرقش. يعني تكات بسيطة بس تفرق كتير جدا في الرز الصيادية. عايزة اقول لكم برضو الحاجات دي بتفرق كتير جدا يا جماعة. وده شكل البصل بعد ما خد اللون الاصفر. تقريبا البصلة نشفت خالص معايا زي ما احنا شايفين كده. في المرحلة دي بكون محضرة معايا كوباية المية عشان الحق على طول والبصل ما يتحرقش. تمام كده. بصوا لون البصل اصفر ذهبي كده غامق كده. تمام. وهبتدي بقى دلوقتي ازوده بكوبايه الميه، بس انا عايزه اوريهولكوا كويس الاول. بصوا وكده تمام، خد درجه غامقه سنه بس يعني مغمقش كتير قوي، بس لونه برضو اصفر ذهبي. تمام كده. كوني محضره كوبايه الميه عشان تلحقيه على طول. وتزودي بقى على حسب الرز اللي انت هتعمليه، تزودي الميه وتديله غلوتين على النار عشان البصل ينزل اللون اللي فيه، واللون بتاعه ينقع على الرز. طريقة سهلة وبسيطة، بس انتي ركزي معايا كده عشان تعملي الخطوات اللي انا قلتلك عليها دي، والرز هيطلع اصفر كده وجميل. ظبطي بقى ميتك وظبطي الملح كده. دلوقتي انا المية غلت اهي بتاعت الرز. انا دلوقتي كنت غاسلة الرز كويس، هنزل بقى بالرز على المية. ظبطي مية الرز. انا دلوقتي هقلبه لغاية اما اشوف هيحتاج مني مية ولا لا. وبعد ما حطيت الرز هقلب فيه. نضيف الملح والكمون. انا حسيت ان هو عايز ميه فانا هضيف له ميه تاني. ودلوقتي هضيف ملح وكمون وكزبره، والشطه دي حسب الرغبه. حوالي نص معلقه من الشطه حطيتها للرز. كده بقى اقلبيه لغايه اما كل ده يدوب مع بعض. وكده خلاص انا هغطيه دلوقتي وهسيبه يستوي كده براحته لغايه اما احضر السمك. بدوق الرز دلوقتي عشان اظبط الملح بس. وكده كله تمام، هسيبه بقى يستوي براحته. الاول بعلي النار شويه وبعدين بسيبه على نار هاديه. وبعد ما غسلت السمك من الملح الابيض
بتبله بالملح والكمون والشطة، تمام كده، والكزبرة. طبعا الخطوة دي بتفرق كتير في طعم السمك. بصوا يا جماعة، لما السمكية كده بتكون حقيقة كده وحلوة، بتديكي طعمها كده وتميز طعمها كده وتبينه، فاهمني؟ اما لو كانت عدمة بصراحة بتضيعي طعم السمك. فانتي تبلي السمك تتبيلة كده كويسة. وده معايا دلوقتي توم وملح وكمون وكزبرة وشطة، انا خلطتهم دلوقتي مع بعض. ودلوقتي بتبل بقى السمك بالثوم بالخلطة دي. وانا كنت شارحة السمك ده نصين زي ما احنا شايفين كده، عشان تبقى السمكية مقرمشة كده وحلوة. بجد لما تشرحيه كده بتبقى حلوة جدا، والسمك بيبقى خفيف، بيبقى فيه اكتريته كده مقرمش. وكنت حاطة في التتبيلة بتاعت السمك دي توم وكمون وملح وشطة وفلفل اخضر. انتوا عارفين طبعا الفلفل سواء اخضر او احمر بيدي روايح حلوة جدا للتتبيلات. والسمك ده النوع التاني ده كان بياض. خلاص كده الرز استوى، هبتدي اغطي عليه خالص. بصوا زي ما احنا شايفين كده، هو لسه كده هيتشرب المية وخلاص، بعد كده هطفي عليه بعد ما يتشرب من ميته خالص. كده انا خلاص تبلت السمك، والسمك جاهز معايا للقلية. التتبيلة بتاعتي بتبقى دقيق، ما فيهاش اي حاجة تانية خالص، لان انا متبلة السمك قبل ما احطه في الدقيق. وهيطلع مقرمش وجميل جدا، ومفيش اي توابل طاغية عليه. انا عايزة السمك طعمه يبان زي ما احنا متفقين قبل كده. اللي وصل معايا بنت لغاية هنا يقول لي بقى هو بيحط تتبيلة تانية على السمك، ولا بيحبه زي كده مفهوش اي توابل تغطي على السمك. وبشكر اي حد اشترك في القناة، وبرحب بيكم يا جماعة. وطبعا مستنية تعليقاتكم الجميلة ولايكات. خلاص كده هتبل السمك في الدقيق، وهيبقى دلوقتي هيطلع من الزيت مقرمش وجميل زي ما وريهولكم. انا حطيت كل شريحتين كده او 3 في الطاسة علشان السمك ياخد راحته. بس ما بياخدش وقت خالص عشان السمكية مشروحة. ودلوقتي انا بشوف اللي استوى الاول هطلعه. انا عايزاه لونه برضو اصفر كده دهبي حلو، وهيكون برضو مقرمش كده وجميل. وهطلع الشريحة التانية برضو من السمك. اللي ما بيشرحش السمك يا بنات جربوا الطريقة دي وهي هتعجبكم ان شاء الله. قولي برضو في كومنت حلو كده، انت بتشرحي السمك ولا بتحبيه مقفول كده؟ مش مقفول يعني مش منضف، لا مقفول بس من الظهر. وهبتدي بقى استغل الفرصة واحط باقي السمك اهو. كده الرز بتاعنا استوى، بصوا جميل جميل يا بنات واصفر. يعني لو بتحبوا الرز الصيادية وبتحبوا يطلع بالجمال ده اعملوا بالطريقة دي، وان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم. وكده انا بكمل قلية السمك، والرز كده بتاعنا خلص خالص وبقي تمام. وده السمك البياض هقليه بنفس الطريقة برضو وهيطلع مقرمش من بره. تمام كده. وده شكل الاكل بتاعنا بعد ما قدمته بالطريقة دي. بصوا انا عايزة اوريكم الرز قد ايه كده مفلفل وجميل، والبصل باين كده فيه وحلو في نفس الوقت، لونه كده اصفر ذهبي وجميل. والسمك بقى مقرمش من بره كده وطري من جوه. وهوريهولكوا بقى قد ايه السمكية طرية كده من جوه وجميلة، وفي نفس الوقت مقرمشة. واعملي بقى حبة سلطة كده حلوين، يعني بصراحة أكلة تفتح النفس زي ما احنا شايفين كده. بصوا دي أنسب أكلة ناكلها في الصيام ده.
وادي السمك يا بنات، بصوا قد ايه السمك مقرمش كده وجميل وطري من جوه. بتمنى يا بنات يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم حطوا اللايك واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.